السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسبوع كروي مليان بالأحداث الغريبة. هنتكلم النهاردة عن النادي الأهلي وعلى الماتشات اللي هيلعبها الجاية إن شاء الله. وهنتكلم كده على برضو الأندية المشاركة في أفريقيا، الزمالك وبيراميدز والمصري. وهنتكلم برضو على شكل الدوري وعلى شكل الأهلي في الدوري وعلى المشاكل والحاجات اللي حصلت الفترة الأخيرة والأسبوع اللي فات. اعمل لايك واعمل اشتراك ويلا نبدأ. خلونا نبدأ بالدوري اللي مصدره سيراميكا كليوباترا اللي عامل موسم جيد جدا مع كابتن علي ماهر. خلونا نبدأ بالنادي الأهلي اللي بدأ الأسبوع بتاعه بالتعادل مع البنك الأهلي في مباراة كانت سيئة جدا للفرقة، ونهى الأسبوع بتاعه بتعادل أغرب مع نادي شبيبة القبائل متزيل الترتيب في مجموعة دوري الأبطال. وكان البطل في المباراة وصاحب نقطة التعادل مصطفى شوبير اللي بيثبت لك كل ما بينزل إنه أحسن حارس في مصر وإنه فعلا يستحق الفرصة ويستحق إنه يشارك كتير كمان. الناحية التانية بيراميدز اللي بدأ الأسبوع بتاعه بخسارة قدام سموحة 2-1 في مباراة كانت غريبة جدا، وبعدها نهى الأسبوع بتاعه بتعادل مثير قدام ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا. وشفنا تألق الصفقات الجديدة زي ناصر ماهر وزي عودة الفخوري اللي بدأ المباراة بتاعته الأولى بهدف ليه. اما الناحيه الثانيه نادي الزمالك اللي بدا الاسبوع بتاعه بفوز 5-2 على كهرباء اسماعيليه بعد اداء جيد للفرقه. بعدها نهى الاسبوع بتاعه بخساره من متزيل ترتيب المجموعه بتاعته زيسكو يونايتد خارج ارضه، عشان المصري هو كمان في نفس المجموعه ياجل الحسم للجوله الاخيره ويخسر 2-1 من كايزر تشيفز. الزمالك والمصري على بعد مباراه واحده بس من الخروج من الكونفدراليه، فهنشوف المباراه دي هتحسم صعود مين ومين هيكمل ومين هيخرج. ده كان باختصار اللي حصل الاسبوع اللي فات للفرق المشتركه في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه. فسيبنا بقى من ده كله وتعالى بقى نروح للنادي الاهلي ونمسك بقى النادي الاهلي اللي كل يوم الدنيا بتبقى فيه اغرب من اليوم اللي قبليه. صفقات لسه ما نزلتش وصفقات نزلت وشكلها يخوف، وصفقات محدش عارف هي اصلا جت الفرقه ليه، زي صفقه يوسف بالعمري. النادي الاهلي بقى له اكتر من سنه بيعاني من مركز الباك الشمال اللي منذ اصابه معلول ان النادي الاهلي قرر بعدها ان معلول مش هيرجع تاني، ومن ساعتها واحنا بنلعب بكوكا اللي بيوريك كل مره ان ده لا مكانه ولا هو عارف يأدي في المركز ده بشكل كويس. طب بعديها هنعمل ايه؟ نروح على طول نعمل ابجريد لمحمد شكري ونجيب محمد شكري من سيراميكا ونقول هو ده الباك الشمال بتاع الاهلي، بس يطلع هو كوكا. فالناس تتكلم وتقول محتاجين باك شمال فعلا يكون بيعرف يلعب ويأدي في المركز ده، فنلجأ لصفقة أجنبية واللي هو يوسف بالعمري. وتقول تمام كده باك شمال أجنبي أهو، بس تفتكر برضو إن بالعمري مغربي. طب يعني إيه مغربي؟ يعني أنت بقالك فترة بتجيب صفقات مغربية وكلها بتيجي معاك وما بتعملش أي حاجة. كمان أول رضا سليم اللي أنت جبته ومشيته وكمان هنلعبه كمان كام يوم وأنت اللي بتدفع الراتب بتاعه، والضو كريستو وأحمد القندوسي اللي أنت مشيته والراجل راح تألق في سيراميكا. ده غير بقى اللي عندك في الفرقة بن شرقي المزاجنجي اللي مره حلو و100 مره يبقى وحش، غير بقى اشرف داري اصابات اللي الراجل ما بيرجعش من الاصابه اصلا. وبعد كل الصفقات المغربيه اللي انت جبتها وما اشتغلتش معاك دي تروح تجيب بالعمري ونقول يا عم تمام ماشي، بس بعدها تسمع ان بالعمري مش جاهز وبيعملوا له برنامج تاهيلي عشان ياهلوه عشان الراجل بقى له فتره ما لعبش. طب ما كانش اللي انت جايبه بعد بالعمري؟ الراجل جه ونزل ماتش البنك وضيع فرصه وكمان نزل لعب افريقيا. طب تمام ماشي يا عم، طب هنعمل برنامج ونلعبه بقى. تسمع لا ان المدرب بيدور بالعمري على مكان في نص الملعب عشان يلعبوا فيه. يعني انا ابقى جايب باك شمال والعبه نص ملعب والنص ملعب اللي عندي بلعبه باك شمال والدنيا كلها صايحه على بعض. طب انا نفسي افهم لما انتوا مش مقتنعين بيه جبت له من الاول. هتقول له جبت له هم مين؟ طيب انا مش فاهم. هقول لك الاداره. هتقول لي طب الاداره مالها مع عفروتو؟ هقول لك الاداره هي اللي جايباه. طب لو مش الاداره هي اللي جايباه يبقى اكيد المدرب اللي جايبه. طب المدرب مش مقتنع بيه، العيب بقى هنا فين؟ انت مش فاهم. فعلى طول تعرف هنا ان في مشكله من ناحيه ما ايا كانت هي ايه. فهل مثلا مشكله الصفقات دي من دلوقتي؟ لا، ده انت بقالك كذا سنه في نفس مشكله الصفقات اللي بتيجي وما بتشتغلش وبتطلع بايظه. فهتلاقي عندك شويه افارقه كده عدوا عليك في اخر كام سنه زي اليو بادجي وزي ميكيسوني وزي باكاماني فهلين بدون وبوالتر بواليا والرجاله الجميله دي. ده غير بقى شويه ناس كده في الطريق زي برونو سافيو وزي جدي موديست وزي لو قعدنا طبعا نتكلم هنفتح ومش هنخلص. ده غير مشاكل الفرقه بقى اللي عندك من جوه وغرفه الملابس واللعيبه اللي شايله من بعض واللعيبه اللي عايزه عقود تعلى واللعيبه اللي بتلوي دراع النادي واللي وموال كبير جدا. النادي الاهلي عنده بروفا اخيره كده قدام نادي الاسماعيلي على ما اعتقد هتكون سهله قبل ما يستضيف بقى نادي الجيش الملكي يوم الجمعه في دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي محتاج نقطه واحده بس عشان يصعد من المجموعات كاول مجموعته وكمتصدر. وعندك مواجهه الاسماعيلي مفروض ان هي سهله، بس مع الاداء بتاع النادي الاهلي اللي انت شايفه اخر فتره توقع اي حاجه ممكن تحصل. اما على صعيد الاعلام بقى فهتلاقي ان ابراهيم فايق استضاف صالح جمعه في قهوه فايق، وصالح قال ان انا قعدت مع امام ونصحته ان هو يغير من تفكيره ومش عارف
عارف ايه، والناس كلها طلعت وقالت يعني كنت نفعت نفسك يا عم صالح. ده غير ان الحلقه دي كمان كانت جايه بعد الحلقه اللي ابراهيم فايق عملها وكان مستضيف فيها كهربا، وبرده كهربا طلع وقال ان انا قعدت مع امام ونصحته وكل الكلام ده. ففي ناس هتلاقيها قالت يعني كنتوا انتوا الاثنين نفعتوا نفسكم بدل ما انتوا الاثنين واحد هنا وواحد هنا، وواحد مش لاقي نادي وواحد لسه ماضي مع انبي. بس في ناس تانية قالت ان فعلا يعني دي ممكن تبقى رساله من اسره البرنامج ان بيوروا امام اديك يا عم امام لو ما ظبطتش نفسك هتبقى زي اتنين زي دول، كانوا اتنين من احسن المواهب في مصر، واديك شايف الاتنين من غير نوادي، وواحد هنا في مصر وواحد مش لاقي نادي. فيعني اتمنى ان العمره اللي عملها امام دي تظبط دماغه شويه والراجل يرجع احسن من الاول، ويسيبه من التفكير اللي في دماغه. ولو جاله عرض اوروبي اتمنى اللي يطلع من الاهلي يطلع على عرض اوروبي او حته احسن بره، ما يبصش لحاجه تانية واي مغريات تانية هتبقى ملهاش لازمه. فخلونا بقى نشوف اللي هيحصل. فاعمل بقى لايك واعمل اشتراك لو عجبتك الحلقه، واشوفكم في فيديو جديد.